مش عايز النادي الاهلي ياخد الدوري. النظام اللي بيحكم مصر عايز بيراميدز اللي ياخد الدوري. والنهارده بيراميدز بيضيف لرصيده 13 نقطة حرام وظلم في الدور الأول، بس متقدم على الأهلي بفارق 3 نقط. إنما للأمانة واخد 13 نقطة حرام، منهم 3 النهارده مع سيراميكا كليوباترا. وطالما الموضوع ماشي كده يبقى هيفضل ماشي كده. لما المكسب يبقى حرام في ماتش والتاني والتالت والرابع والخامس، يبقى ده سياسة، يبقى ده مش أخطاء حكام على الإطلاق، لا دي سياسة بلد. سياسة بلد أوقفت شوبير، سياسة بلد بتحارب النادي الأهلي علنا في كل حاجة وبتحارب جمهور النادي الأهلي. سياسة بلد عملت كل شيء علشان توقف انتصارات النادي الأهلي. خلاص ما تقدرش تعمل أي حاجة. كنت هلوم مجلس الإدارة بس ما تقدرش. عمر ما مجلس الإدارة يقدر على البلد. محدش يقدر على النظام، محدش يقدر على النظام. النظام هو كل حاجة سبحان الله. بس برضو في حاجة عند مجلس إدارة النادي الأهلي. الحكم طارق مجدي أنا كم مرة صرخت قلت ده ما يحكمش للنادي الأهلي. النهاردة 6 ضربات جزاء ولا واحدة فيهم حسبها. ما فيش واحدة تطلع كده من ذمته يحسبها. الوحيدة اللي اتحسبت كان المساعد هو اللي حسبها، مش هو اللي حسبها. والمساعد كان صح وطلعوه غلط ولغوا ضربة الجزاء. يا جماعة في عقل يا جماعة. مجلس إدارة النادي الأهلي لازم يرفض طارق مجدي، لازم يرفضه رفض تام. لازم نقول للجنة الحكام مش عايزين ده. مش عيب، مش عيب ولا حرام. حكم بيظلمك عينك في كل الماتشات، حكم بيشتغل لصالح الزمالك في كل ماتشاته. ازاي انت تقبل على نفسك كده؟ ازاي يا جماعة؟ عيب والله، ده عيب في حق النادي الأهلي. احنا بنتظلم من الدولة ومش قادرين نعمل حاجة. نعمل اللي نقدر عليه. مبروك للأهلي، لكن بدون حكام أجانب مفيش دوري. ويؤسفني أقول لك بدون حكام أجانب لينا والبيراميدز. يؤسفني أقول لك